بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم إن شاء الله في فيديو جديد من الفيديوهات الخاصة بدعم المحتوى العربي. الفيديو إن شاء الله هنتكلم على قناة جميلة جدا جدا لحد مش عاوز اقول كلمه محترف، يعني كلمه محترف كلمه قليله عليه. حد كويس قوي في المجال، المفروض ان احنا نتابعه وفعلا ندعم القناه بتاعته، وهنستفيد جدا جدا طبعا من خبرته من المجال بتاعه. زي ما انتم شايفين قدامنا كده على الشاشه، القناه دي بتاعه طارق العوزه. طارق العوزه هو شخص عنده اكسبيرينس اكتر من 15 سنه في مجال السوفت وير. دي اول نقطه. ثاني نقطه، الراجل ده اشتغل في شركه تويتر لمده 3 سنين، حاليا دلوقتي شغال في شركه ابل، اشتغل في اكتر من ستاك، اشتغل في اكتر من تكنولوجي بشكل عام في مجال السوفت وير. فهتلاقي خبره كويسه جدا عند الشخص ده هيقدمها لك من خلال الشانل بتاعته، فانت هتستفيد استفاده كويسه. ده من ناحيه الاستفاده بس. طب من ناحيه الدعم، زي ما قلنا احنا محتاجين ندعم المحتوى العربي باللايك والشير والكومنت، والناس كلها تعرف محتوى قوي زي كده من شخص قوي في المجال بتاعه زي كده. تعالى ناخد لفه كده في القناه ونشوف باشمهندس طارق بيقدم ايه بالظبط، ونشوف ايه البلاي ليست اللي احنا هنميزها او هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو ده. طارق بيتكلم بشكل عام في مجالات او في حاجات مختلفه، واللي عجبني في القناه واللي مميز جدا الخبره بتاعته بشكل عام. يعني هو بيحاول يقدم لك الخبره بتاعته من خلال الفيديوهات اللي هي بتتقدم، مش مجرد فيديو بيعمله لك وخلاص، على قد ما هو فيديو بخبره. الخبره دي فيها سنين علشان تطلع منه بالشكل ده، عشان انت تاخدها جاهزه وتستفيد بيها. بشكل عام هتلاقيه بيتكلم مثلا اكبر خطا يقوم به الطلاب عند دخول الجامعه مثلا. يعني هتلاقي في حاجات كتير. هوريك البلاي ليست في الاخر. هنا الفيديو ده كيف تعمل مبرمج مع جوجل، فيديو كويس جدا. الفيديو ده انا شايفه من اهم الفيديوهات اللي الديفلوبرز، اي ديفلوبر المفروض يشوفه، لانه فعلا بيتكلم على نقاط حساسه جدا وبتواجه كل ديفلوبر. بيقول له ازاي تبقى شاطر، ازاي تبقى كويس، ازاي فعلا تطور من نفسك، ازاي مستواك يبقى دايما عالي. في الفيديو ده كيف تصبح مبرمج مبدع، هو جايب 5 صفات اساسيه و5 حاجات اساسيه بيتكلم عليها في الفيديو، بس هم اكتر من حاجه. يعني هو اتكلم على اكتر من حاجه، لكن هو منسقهم كلهم في 5 نقاط اساسيه. فتقدر تشوف الفيديو ده وتستفيد بيه. هتلاقيه مقدم لك كورس كامل عن الجافا سكريبت، اساسيات الجافا سكريبت، 3 ساعات وشويه. انا مش عاوز يعني هكون بجرح الراجل في شرحه وفي اللي بيقدمه. فتقدر تدخل وتشوف كورس الجافا سكريبت، كورس جميل جدا جدا، والراجل معتمد على الحاجات البصريه، او ان هو يوصل لك المفهوم بشكل كويس جدا من خلال الفيديو اللي هو بيشرحه ومن خلال خبرته. الحاجه الاخيره اللي احنا هنتكلم فيها البلاي ليست المميزه. تقريبا مفيش غير البلاي ليست دي عنده، لكنها بلاي ليست بصراحه انا شايفها في غايه الاهميه ومهمه لاي حد عاوز يتعلم سوفت وير بشكل عام. هو يعني بادئ لك البلاي ليست، او حتى مسمي البلاي ليست نفسها، مسمي البلاي ليست نفسها كيف تعمل شركات التكنولوجيا. الاسم نفسه يشدك جدا، خصوصا لو انت مبتدئ او حتى في متوسط او اشتغلت في شركه صغيره ولا حاجه. فبيقول لك الشركات بتشتغل ايه، ويجيب لك الحاجات اللي الشركات بتشتغل بيها وشغاله فيها، وبيهايلايت كده وبيتكلم عنها. فجايب لك مثلا ايه هو التك ستاك بشكل عام، ايه هو التكنولوجي ستاك. وهنا بيكلمك على جيرا، البرنامج اللي بنستخدمه او السوفت وير تول اللي بنستخدمها في اداره المشاريع. الجيت هاب بيكلمك مقدمه عن جيت هاب واستخدامه، بيكلمك مثلا عن كود ريفيو يوزنج جيت هاب، ودي نقطه قليل جدا 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 اللي بيعملها او اللي بيقدمها في المحتوى العربي. فكره انه يقدم لك ريفيو على كود انت محتاج. ده اي حد فعلا في مجال السوفت وير محتاج الفيديوهات دي او النوعيه دي من الفيديوهات. محتاجين نعلى بالليفل بتاعنا بشكل كويس جدا جدا. اتمنى اكون فدتك ووضحت لك قناه جديده تقدر تدعمها. لازم ندعمها، لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. ادعم القناه، ادعم المحتوى العربي. عاوزين نوصل للحلم بتاعنا، وهو ان احنا نوصل للتعريب في يوم من الايام ان شاء الله، مع ان ده حلم كبير قوي بس بيبدا بخطوه. احنا بدانا بنقدم محتوى، عاوزين ندعم المحتوى عشان بعد كده خطوه ورا خطوه ورا خطوه نوصل اللي احنا عاوزينه ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.